لك أبي ورثة؟ هذا رزق. سيداتي وسادتي، كما عودناكم دائما في إعلامنا الشفاف أن نقدم لكم الحقيقة، كل الحقيقة. نقدم لكم الآن لقاءات مع أعضاء الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها اليوم قبل أن تقوم بتنفيذ عمليتها الإرهابية القذرة. عرف عن نفسك. رزوق الحنبظلي، إرهابي، سافرت إلى أفغانستان وقمت ببعض العمليات الإرهابية هناك قبل أن أقع بين أيدين العدالة. وشو سبب اشتراكك بهي العملية الأخيرة؟ ضرب الوحدة الوطنية وتهديم الاستقرار وزعزعة أمن الدولة. والآن سيداتي وسادتي ننتقل إلى إرهابي آخر. عرف عن نفسك. اخرس، أقصد إنه لا يستطيع الكلام، سأتحدث عنه. اسمه عمر الحنبظلي، إرهابي، وقد سافر معنا إلى أفغانستان وقمنا ببعض العمليات هناك. وشو سبب اشتراكه بالعملية؟ مثلي عينا، ضرب الوحدة الوطنية وتهديم الاستقرار وزعزعة أمن الدولة. الحمد لله، الحمد لله. وأنت معهم؟ نعم سيدي، وهؤلاء هما من غرر فيني وأخذوني. شو اسمك؟ اسمي أبو السعود سيدي، هيك بيعيطوا لي. وهذا اسمك الحركي؟ نعم سيدي، وإذا أعطيتني من وقتك التوسة بدي أضيف شغلة سيدي، إنه هني غرروا فيني وضحكوا علي، وأنا تبت توبة نصوحة وبحب الحكومة كتير كتير، وأنا ندمان يا سيدي. وأنت شريكهم بالعملية الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولينصرن الله من ينصره. أما بعد، أقر وأعترف وأنا بكامل قواي العقلية والإيمانية ودون ما أي ضغط من أيا كان بأنني أنا الذي سهلت لهم الدخول إلى الحمام لاختطاف الرهائن، أنا وأخي الذي على ميسرتي. صحيح اللي عم بيقوله؟ نعم، أنا والحجي صاحب الحمام سهلنا لهم العملية. نعم، وهكذا تعترف المجموعة الإرهابية بكامل إرادتها وبدون أي ضغوط بجريمتها المروعة التي هدفت من ورائها إلى ضرب الأمن والأمان الذي نتمتع به. الحمد لله.